الملحمه التاريخيه بيتر بييف مع بيفل اللي شفناها امبارح كان ماتش سيبقى للتاريخ. بغض النظر بقى عن الاثنين اسطورتين بيلعبوا، والمدرسه السوفيتيه فعلا اثبتت جدارتها اكتر حتى من الامريكيه واكتر من البريطانيه ومن غيرهم من المدارس. فعلا كان في بوكس حقيقي على الحلقه. بس في ملخص سريع انا هقول وجهه نظري لفكره حسم المباراه لصالح بيتر بيف. انا عندي 3 نقط اساسيه. هو نسبه الاستحواذ والسيطره على الحلقه كانت الاكتر لبيتر بيف، كان واضح حتى في الجولات اللي خدها بيفل كان خدها كنقط او يعني بانشز ان هي لاندد، بس في نفس الوقت الاستحواذ والاداء كان الافضليه لبيتر بيف. رقم 2 هي الضربات المحسوبه. يعني بيفل كان بيضرب مجموعات لكميه وهو بيتحرك حلوه جدا ورائع وهو بيلعب، بس كام واحده اتحسبت؟ فدي اللي كانت بتفرق. وفي قصادها كان الكاونتر اتاك شغال من بيتر بيف على طول، هو ما بيبطلش، هو شغال وراه وضاغط طول